ليوم عظيم يوم يكون الناس لرب العالمين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله سبحان الله عما يشركون سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أولا يرون أنهم يفتتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحريق إنك أنت العزيز الكريم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا ثم يأمر الله الملك إسرافيل بالنفخة الأولى وبعدها صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم يسأله الجبار جل جلاله من بقي من الخلائق يوم ملك الموت فيقول لم يبق إلا أنا العبد الذليل بين يديك فيقول له الله موت يا ملك الموت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون